جعله يلفت أنظار الإعلام الإيطالي الذي تحدث عنه بعد المباراة التي سجل فيها هدفا وكان وراء هدف آخر بتمريرة جميلة. موقع بارما لايف نصب الدولي الجزائري السابق رجل المباراة ومنحه علامة 7.5 وهي العلامة الأفضل بين اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الودية. المصدر ذاته أكد أن مهاجم الخضر تحرك كثيرا ولعب في كل المناصب الهجومية، وهو الأمر الذي سيسمح له بدخول حسابات مدربه روبرتو دونادوني من الباب الواسع. للإشارة فإن إسحاق بالفوضل يطمح إلى فتح صفحة جديدة هذا الموسم بعد الصعوبات التي عاشها بداية الموسم المنقضي مع الإنتر.